إن كنت في المغرب فلا تستغرب. مثال بسيط ولكن تحمل دلالات كثيرة. المغرب البلد الجميل بطبيعته الجذابة، ذوي ديال الأنهار، البحورة، الأودية، الغابات، فسيفساء تبارك الله، وكذلك الثقافات المتعددة ديالو. هو وجهة لبزاف ديال السياح من مختلف بقاع العالم وكذلك من كل ربوع المملكة. ولكن أي بلد إلا وتكون فيه الإيجابيات والسلبيات، وهذا الشيء اللي جينا ندوي فيه. كذلك المغرب فيه بزاف ديال السلبيات، ومنها بعض الطقوس الشركية اللي كتعتبر نقطة سوداء داخل بلد مسلم كالمملكة المغربية. داكشي علاش جينا في هذه الحلقة باش نشوفوا أغرب 5 طقوس في المغرب. معكم هشام الحيان، صحفي وصانع محتوى. اذا كنتي كتشاهدني على اليوتيوب ما تنساش انك تشترك في القناه، واذا كنتي كتابعني في الفيسبوك دير متابعه للباج وبارطاجي الفيديو. كاينين بزاف ديال العادات والطقوس الغريبه داخل مجتمعنا المغربي، اذا جينا نفصلوا فيهم خصنا واحد 5 سوايع ديال الهضره. داكشي علاش اكتفينا في هذا الفيديو فقط باغرب 5 طقوس، ويعجبكم الفيديو نديرو جزء ثاني ان شاء الله. نبداو في المرتبة الخامسة، ما يسمى بحج الفقراء أو حج المسكين في ضواحي مدينة أسفي، وبالضبط في واحد الضريح اللي كيسميوه ضريح سيدي شاشكال. هذا الضريح هو عبارة عن محاكاة أو تمثيل لموسم الحج اللي كيتم في مكة المكرمة. كيجيو ليه الألوف ديال الناس من مختلف بقاع المغرب، وكيطوفوا على الضريح 7 المرات كيف ما كيطوفوا الحجاج على الكعبة المكرمة. من وراها كيطلعوا لواحد الجبل حدا الضريح اعتقادا منهم باللي هذاك هو جبل عرفه، وكيشربوا من واحد البير بالجانب ديال الضريح كتمثيل الماء زمزم. كتقام هاد الطقوس كل سنه وبالضبط في كل موسم حج، ابتداء من 7 ديال الحجه حتى نهار 10. وكيعتقدوا الناس اللي كيمشيو لهاد الضريح وكيمارسوا دوك الطقوس باللي الحج ديالهم مقبول، نظرا لضعف الامكانيات الماديه ديالهم اللي خلاتهم ما يمشيوش للحج ديال بصح. وعلى حساب الروايه كيقولوا باللي هاد الضريح كان في عهد المرابطين، ومجلس العلماء انذاك كان قرر انه يتمنع الحج في واحد الفتره نظرا للصعوبات والعوائق اللي كتواجه الحجاج وهما في طريقهم للحج. ديك الساعه كانوا قطاع الطرق كانوا كيشفروا لهم كلشي وكيخليوهم على الضرس. داكشي علاش اتخذ قرار بمنع الحج مؤقتا، بالمقابل خلق هذا الضريح ديال سيدي شاشكال كمحاكاة لموسم الحج. في المرتبة الرابعة موسم الزواج بإملشيل. كتقول الأسطورة باللي واحد الشاب من قبيلة أيت إبراهيم تغرم فتاة من قبيلة أيت عزة، واتفقوا على الزواج، ولكن العداوة والصراعات بين هاد جوج قبيلات منعهم من الزواج ووقف في طريقهم. الشيء اللي خلى العاشقين أنهم يهربوا في اتجاه الجبل وقرروا انهم ينتحروا. الشاب غرق راسه في واحد البحيره اللي كتسمى حاليا بحيره إسلي، اي العريس باللغه الامازيغيه، والفتاه قررت انها تغرق راسها في واحد البحيره اللي كتسمى بحيره تسليت حاليا، اي بحيره العروس باللغه الامازيغيه. وكتقول واحد الروايه اخرى باللي هاد جوج بحيرات ما هما الا الدموع ديال هاد جوج عرسان. بعد هاد الشيء هاد جوج قبيلات تندم معاهم الحال وقرروا انهم يكفروا على الخطا تاعهم، وداروا موسم سنوي للزواج بين هاد جوج قبيلات. وهذا الموسم مازال مستمر في العصر ديالنا دابا. هذا الموسم كيتم تسهيل عمليه الزواج بين العرسان اللي ديجا داروا الترتيبات اللي كتسبق عقد الزواج، وماشي دوك الاشاعات اللي كنسمعوا على هذا الموسم باللي كتمشي كتجري ورا الفتيات اللي مغطيات وجههم، واي وحده جديتيها فرا كتكون هذيك هي رزقك ولا هذيك هي اللي غادي تتزوج بها. هادشي فقط هضره زايده وهضره خاويه. حتى لهنا مزيان، ولكن اللي ما مزيانش هو انه في هذا الموسم كيتم السماح بزواج القاصرات
مع العلم ان القانون عندنا كيمنع زواج القاصرات، الشيء اللي خلى بزاف ديال الجمعيات الحقوقيه انهم يعارضوا هذا الموجود. المرتبه الثالثه بوجلود او بيلمون ولا بوربطين في مناطق سوس وبعض المناطق في الاطلس الكبير، هو موروث ثقافي امازيغي كيف ما كيتعتبر تراث لا مادي، كيتقام كل سنه مباشره وراء عيد الاضحى المبارك. كينظموا مجموعه من الشباب اللي كيلبسوا البطين ديال الاضاحي من بعد ما كيتم التعديل ديالهم. كان الهدف ديال بوجلود هو خلق واحد الجو ديال الفرحه والبهجه بمناسبه عيد الاضحى المبارك، وكذلك تيجمعوا واحد البركه ديال الفلوس وتيصدقوا بها على المحتاجين. ولكن للاسف ولا بوجلود في الاونه الاخيره وسيله لتصفيه الحسابات بين الشماكريه، وولينا كنشوفوا بعض الاشياء اللي هي دخيله على ثقافه بوجلود. على سبيل المثال التشبه بالنساء، مسابقه اجمل بوجلود. هذا الشيء بالنسبه لي انا ما تيمثلش الامازيغ الاحرار وما يمثلش الثقافه الامازيغيه، وما كيمثلناش كذلك حنا كشعب مغربي مسلم ومحافظ. داكشي علاش خاص يتعاد النظر في هذا الشيء بكل صراحه، حيت بحال هاد الخزعبيلات غير ما كتشجع الاطفال ديالنا انهم يكبروا في واحد الجو اللي تيصحابهم باللي الالوان شي حاجه عادي. في المرتبه الثانيه هنا غنبغيكم الاخوان تزيروا معايا الصمته، حيت غندخلوا لواحد العالم غريب ديال الروحانيات، الحضره والجذبه وتلبيه رغبات الجن. في كل عام في ذكرى المولد النبوي الشريف كتقام طقوس الحضره، قناوه، حمادشه، جلاله وعصام كيتجمعوا في واحد الجلسه وكيلبسوا الالوان المحببه للجن على حسب المعتقدات ديالهم، من بينها اللون الاحمر اللي هو لون الدماء، واللون الابيض والاسود والاصفر والازرق. هنا كتبدا السهره ديال الجدبه والطحيار على ايقاعات البندير والطبل والمزمار والقريقشات. كل ما تيسخن الطرح كيبدا المجذوب بالطحيار، شويه كيبان لك كلشي دخل في واحد الجو هيستيري ديال الشطيح والطحيار لدرجه انهم كيغيبوا على العالم الخارجي. وفي هذا الجو كتمارس مجموعه من الطقوس اللي كيتبركوا بها الجن، بحال مثلا التبرك بالدماء، تيضربوا لحمهم بالمواس حتى كيسيل دمهم ايمانا منهم باللي كيتواصلوا مع ملوك الجن. وكاينين اللي تيشربوا المطيب وتياكلوا الزاج الى اخره من الطقوس الشركيه اللي الاسلام والرسول صلى الله عليه وسلم بريء منه. واخيرا في المرتبه الاولى طقوس شمهاروش في قلب الاطلس الكبير. شمهاروش القاضي اللي تيحكم في النزاعات ديال الجن وكذلك النزاعات بين الانس والجن، بالضبط في قريه امليل في سفح جبل طبقال تواجد محكمه الجن في الارض، واحد الصخره كبيره وبيضاء وفوقها رايات كترفرف بالخضر والابيض، ممنوعه على غير المسلمين وممنوع التصوير ديالها من الداخل. فرك هنا كتكون كتواجد في زاويه شمهاروش اللي هي محكمه الجن على الارض. الروايه كتقول باللي شمهاروش هو ملك وقاضي قضاة الجن ورئيسهم فوق الارض، وهو احد ملوك الجن السبعه وهو الكبير فيهم. يعتبروه البعض بمثابه الاب الروحي للجن الارضيين. وسط الصخره كاين بلاط ملك ملوك الجن شمهاروش اللي كان كيجي ليه بوحدو باش يتعبد فيه. اما العرش فهو عباره على واحد القبر صغير مغطينه بواحد الطوب خضر دايرين به حيوطه منقوش فيهم بعض الاحاديث والايات القرانيه. كل يوم خميس اللي هو موعد المحاكمات امام شمهاروش كيف ما كيعتقدوا، العشرات من الناس اللي مسكونين تيمشيو لشمهاروش يقدموا ليه هدايا بحال السكر والحليب والحنه والبخور، بالاضافه للقرابين بحال العجوله والمعاز والدجاج. هادشي على حساب القضيه ديال كيفاش دايره. ومن علامات حضور شمهاروش للمحكمه ان داك الشخص المسكون كيتكلم داكشي اللي فيه، او لا كيتمرمد في الارض مباشره من بعد ما كيدخل لذاك المقام. اما الا ضرب البرق فراه هذاك اعلان على بدايه المحاكمه. وهذا الشيء غير شويه من بزاف ديال الطقوس اللي كتمارس في شمهاروش. والحقيقه يا اخي ولا اختي اللي كتشاهدوا هذا الفيديو، الا فايت لك شي نهار وجربتي هاد الطقوس فراه غير سير عاود الوضوء وعاود الشهاده ديالك، حيت هاد الطقوس داخله في الشرك بالله والعياذ بالله.
كان معكم هشام الحيان. ما تنساوش انكم تخليو الاراء ديالكم في التعليقات على الفيديو، ونشوفكم في فيديو قريب ان شاء الله. تهلاو.